الميكسر بتاع النسكافيه بتاعي باظ للاسف، ضغط عشان اصلحه ما نفعش خالص. فكنت قاعده على جوميا كده، فشفت كذا حاجه موجوده على الموقع نفسه. لقيت ناس كتير قوي بتشكر في الماركه بتاعه سوكاني هاند ميكسر. جبتها وطلبتها، جات لي في حوالي يومين تقريبا او 3 ايام قبل ما جات لي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم بقى ريفيو كامل عنها، وهنعرف من جوه، هنعمل انبوكسنج للعلبه نفسها، ونشوف الدنيا جوه عامله ازاي، واذا كان هو فعلا زي ما بيقولوا حلو ولا اي كلام. فهنبدا مع بعضينا كده ان شاء الله. اعملوا بس لايك ويلا بينا على طول، هوريكم احلى انبوكسنج للهاند ميكسر في الدنيا. يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده هاند ميكسر معايا، العلبه اهي زي ما احنا شايفينها. هقول لكم على سعرها ان شاء الله بس خلال الحلقه كده عشان تتابعوا، بس ما تعرفوش السعر وتجروا على طول. هنفتحها كده مع بعضينا. قبل ما نفتحها نشوف كده المكتوب معانا. عندنا المكتوب سوكاني هاند ميكسر، وهو يو اس بي تشارجنج. ده يو اس بي مش منه يعني الكهرباء كده على طول، لا بقدر اشحنه، واقدر ان انا يعني اقعد بيه في اي حته، اقدر ان انا استخدمه، مش لازم ابقى جنب الفيشه يعني، فاهمين قصدي. صوته بيقولوا ان هو سايلنت يعني مش عالي قوي. سهل احنا نغسله كليننج. وفي كمان دبل ويسك هيدز، يعني في راسين لخفق الاشياء يعني. طبعا هنعرف كل الكلام ده لما نفتحه من جوه ان شاء الله. مفيش اي معلومات تاني عندي هنا، كاتبين باللغات المختلفه. هنفتح بقى كده مع بعضينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايباه من جوميا، طبعا هو بيتباع بره في المحلات بقى الكبيره والهايبرز والحاجات دي، بس انا يعني كنت محتاجاه قوي لاني انا المضرب نسكافيه بتاعي باظ، فكنت متضايقه جدا وعماله احاول انا اصلحه، مش لاقي حد يصلحه خالص. هوريكم حتى شكله دلوقتي، شوفوا كان عامل ازاي. حاولت الجزء ده من هاند ميكسر عندي اتكسر، وحاولت ان انا اصلحه وضغط عشان اصلحه، ما عرفتش خالص ولا حد عارف يصلحه، رغم ان الراس بتاعته شغاله، لكن القطعه دي من كتر ما بتلف ففوتت وباظت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فما علينا، خلاص تخلصت منه وجبت بقى القمر ده معايا. اول حاجه بتظهر معايا الكتالوج اهو، بيعرفني الاجزاء وكل حاجه والتعليمات، وان انا اغسله ازاي واشحنه ازاي والحاجات دي كلها. ما علينا، انا قريتها هترجمها لكم ان شاء الله دلوقتي. زي ما احنا شايفين بيجي بالمنظر ده. في منه لونين، الاسود والابيض. انا كان نفسي بصراحه الاسود، بس جوميا بيختاروا زي ما هم عاوزين يعني، ما بيخيروش حد في الحاجات دي، مش عارفه ليه. بس الابيض لقيته برده شيك والله، شكله مش وحش. اول حاجه بيجي معايا الشكل بتاعه بالمنظر ده اللي احنا شايفينه ده اهو، شكله لطيف قوي. وهنا بعض التعليمات ازاي انا اشحنه على كام فولت ومصنوع فين والحاجات. طبعا هو صيني. اوكي، ده اول حاجه. وعندي الكابل بتاع اليو اس بي، كابل عادي اللي هو المايكرو، مش التايب سي، يعني اللي هو بتاع الشاحن عادي. لو حتى باظ ده او جرى له حاجه اقدر اشحنه بالشاحن بتاع الموبايل عادي جدا، مفيش مشكله. تالت حاجه بقى معايا، طبعا الاساس معايا في الحوار ده اللي انا جايباه اساسا عشانه، الخافض بتاع النسكافيه اهو، حلو يعني. هو 2 دبل، فاعتقد كده هيخفق معايا اسرع. وهو من الستانلس ستيل، والقطعه دي بلاستيك، يعني مش احلى حاجه في البلاستيك، وبرده مش وحش يعني، حلو. اعتقد ان هو يعني هيستحمل معايا ان شاء الله باذن الله لما عامله برفق يعني، فاهمين قصدي. اخر قطعه معايا اللي هي بتاعه البيض، يعني عندي بيضه او 2 عايزه اخفقهم على السريع. اعتقد دي هتفي معايا جدا، بدل ما استخدم بقى المضرب الكبير وان انا اتعب ايدي مثلا نعمل بايدي او حاجه زي كده. وبرده نفس الكلام، القطعه من جوه هنا بلاستيك وكل حاجه، والقاعده او الجزء ده والجزء ده ستانلس ستيل. اول حاجه كده بقى معايا هنشوف بقى الجسم من جوه بقى عامل ازاي، والتصميم تصميم حلو قوي، انسيابي كده وفي زي زجزاجات كده، ولذيذ ناعم كده حلو. البلاستيك بتاعه نوت باد، مش وحش. زي ما احنا شايفين ده مكان الشارجر، كان الشاحن بتاعه. وده زرار بيستخدم طبعا سرعات، هو عباره عن سرعات، عندي لو وميديوم وهاي، اللي هو الواطي والوسط والعالي. ده مكان الشارجر، لما باجي اشحنه بيغير معايا اللون من اللون اللي هو الازرق ده للاحمر، ولما بيبقى فول تشارج بقى بيبقى بيقلب معايا للون الاخضر. ده اللي انا قريته في الكتالوج، لسه ما استخدمتش حاجه ولا عملت حاجه اهو. هو الميكرو عادي ده معروف اهو، وبحطه هنا بالشكل ده كده. واي بقى راس شاحن عندي اي حاجه اقدر، يعني مثلا عندي راس شاحن اهي، اقدر انا احطها فيها
وابتدي ان انا اشحن عادي جدا، مفيش اي مشكله زي ما هوريكم دلوقتي اهو. وهو كده بيشحن، عامل معايا ضوء احمر. اول ما الضوء الاحمر ده بيختفي اللي معايا اخضر، يبقى هو كده شحن معايا. تمام، خلاص انا شحنته معايا. وعامه بتقعد حوالي يمكن 3 ساعات من غير ما تفصل مني شحن. لكن لما اجي اشحنها مثلا تقعد معايا مثلا ساعه، ساعه ونص، ساعتين بالكتير، ما تزودوش عن كده. رغم ان هم كاتبين في الكتالوج ان هو ممكن تقعد 6 ساعات عشان تبقى فول تشارج. طبعا احنا مش هنعمل كده عشان برضو ده صيني، وواحد يخاف لا يبوظ منه او يبقى فيه مشكله، هتبقى مشكله كبيره قوي قوي قوي. فعلى ايه، احنا نشحنه من ساعه لساعتين، وهيدي برضو يعني هيدي فول تشارج، ومش هيبقى فيه اي مشكله خالص معايا. تمام، هنجربه كده مع بعضينا. الاول هناخد اللي هي الراس الاولانيه بتاعه البيض دي ونحطها هنا، واعمل لي سهمين كده هنا، مش عارفه اذا كنتوا شايفينهم ولا لا اهو. هبتدي بقى ان انا احط الراس دي هنا كده بالشكل ده، ما اضغطش جامد قوي برضو عشان ما تتكسرش مني. وابتدي ان انا اشغلها اهو. اول ما بتشغله بيقعد يلجلج كده شويه، بعدين ما بياخد بقى السرعه خلاص بيظبط. ما شاء الله لا قوه الا بالله. السرعه اللي بعديها، السرعه اعلى حاجه، يقدر يخفق معايا البيض بقى وكل حاجه الشكل اللي احنا شايفينه ده. وهناخد طبعا القطعه اللي انا اساسا جايباها عشانها بتاعه النسكافيه، برضو احط زي ما هو قايل في السهم بالظبط عشان ما تكسرش مني اهو بالشكل ده. وابتدي ان انا اشغله اهو. السرعه اللي بعدها اعلى سرعه. ما شاء الله الصوت حلو قوي والشكل لذيذ جدا جدا. طبعا كل الكلام ده ما ينفعش معايا غير ان انا لما اجرب اعمل لنفسي كوبايه نسكافيه، وبعدين نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. هنقيم المنتج اذا كان كويس ولا لا. انا والله ما جربته، هجربه معاكم لاول مره ان شاء الله. يلا بينا. بقى الحاجه اللطيفه بتاعتنا، هنجيب كوبايه عادي من الحليب اللي عندي، اي نوع حليب بقى انتوا تفضلوا براحتكم. كوبايه نسكافيه بقى حبيبتي اللي هنعمل فيها التجربه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم اول مره اجربه وخايفه لا يطلع مش حلو، لان اداء اللي هو اللي بيبقى في الكهرباء ده بيبقى اداؤه قوي جدا. هاخد بقى معلقه النسكافيه حلوه كده اهي. سكر دايت باي ذا واي، ده السكر دايت اللي انا بستخدمه، نوكال. اوكي، هاخد منه معلقه حلوه كده، احطها برده هنا. شويه ميه سخنين بس مش كتير. اوكي، ونقلب كده على بسيط، ونبتدي بقى نجرب الميكسر او الخفاق بتاع النسكافيه. من ضمن الاستراكشر اللي عرفتها يعني ان انا ما اشغلوش قبل ما احطه، لا يعني احط الاول بعد كده ابتدي اشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش صوت تاني، كان بيبقى صوته مزعج قوي. ده البدايه. ما شاء الله احنا بنجرب على السرعه الاولانيه بس الاول. اللهم بارك، حلو قوي اهو. نزود السرعه شويه. واو واو واو, واو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوف ثواني في ثواني اتعملت معايا. نجرب كمان على السرعه الثالثه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الفوم عمل ما جريتش اي حاجه، انا بتكلم معاكم اهو لايف اهو، ما جريتش ولا اي حاجه خالص. عملت الفوم معايا في وقت قياسي. يعني اللي كان عندي كان بيعمل الفوم يعني في مثلا في دقيقتين كده عشان يطلع معايا بالمنظر الكريمي ده ويفتح بالمنظر ده في اقل من 10 ثواني بقى بالمنظر ده. اللهم بارك. ومش محتاج ان انا اوصل للسرعه الثالثه خالص. ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا فعلا حلو، هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. خلاص شكرا لحضرتك. بصوا بقى كده معايا الفوم، ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلو قوي قوي قوي. يعني الحمد لله ان انا جبت حاجه كويسه. يعني اجيب بقى اللبن اللي عندي او الحليب، حط هنا كده، ابتدي انزل فيه بقى بالفوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا تمام قوي قوي قوي، زي ما انا كنت عاوزه بالظبط والله واكتر
كمان يعني. لا فعلا حلو وسريع ومش مزعج. انا التاني كان بيعمل لي ازعاج رهيب يعني في دماغي، فده يعني زي ما انا عاوزه كده. احط بقى شويه كده صغننين من النسكافيه على الوش، بيدي شكل حلو كده زي بتاع الكافيهات. اخر لطافه واخر لذيذه. بصوا القمر كوبايه النسكافيه زي الكتاب ما قال. ولا بقى اضطر نروح كافيتيريا ولا اروح كافيه ولا اروح اي حاجه عشان يعمل لي فوم عالي كده بالمنظر ده، والموضوع كله ما خدش مني ثواني. لا بصراحه يعني تقييمي للمنتج ده 10/10، انه فعلا حلو قوي قوي قوي. هاخد بقى شفطه، انا نفسي اشرب نسكافيه قوي من الصبح. هايل هايل بجد يعني، بجد بجد الحمد لله ان احنا جبنا حاجه كويسه. الماركه طلع فعلا التقييم بتاعها مظبوط. دلوقتي بقى هقول لكم سعر المنتج ده انا جايباه قد ايه. انا جايباه 249 يعني 250 يعتبر، من غير مصاريف شحن. مش عارفه ممكن بره تلاقوه اغلى تلاقوه ارخص، انا ما اعرفش، بس انا بثق جدا في جوميا، خصوصا ان احنا ممكن نجرب المنتج لمده 14 يوم واحنا نقدر نرجعه، مفيش اي مشكله خالص لو ظهر عليه اي عيوب او اي حاجه، او حتى غيرت رايي يعني زي ما بيقولوا. فارشح لكم يا جماعه بجد المنتج ده لانه حلو قوي 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 وسريع، وبيعمل معانا بقى حاجات حلوه كتير. على فكره عملت معاكم قبل كده الايس كوفي، وان شاء الله الحلقات الجايه هعمل لكم كمان البوبا تي. مشروب البوبا تي طبعا صحي، لو عايزين اكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا عاوزينه، وان شاء الله باذن الله يعني تجربوه وتقولي لي رايكم ان شاء الله لو جبتوه. ده عجبني جدا جدا على فكره، ايزي كلين قوي يعني، حطيته يا دوبك تحت الحنفيه واتغسلت يعني في ثواني، ما تعبتنيش ولا اي حاجه، وزي الفل اهي تمام. طبعا هنجرب بقى الجزء الثاني من الهاد الثاني او الراس الثانيه دي، لازم نجربها بعدين اهو. برضو نحطها زي ما هم قايلين. بص سهله جدا جدا يعني. ونجيب بضايه هيخفقها ولا لا، يعني مثلا عايزين نعمل بانكيك، عايزين نعمل حاجه، بدل ما نقعد بقى نخفق بايدينا او نحط في بلندر او حاجه، دي اعتقد هتفي معنا، بس يا رب ما تكسفنيش يعني، انا ما اعرفش بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي. نص كده مع بعضينا نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو غبي قوي يعني، بيخفق بغباوه، ودي السرعه الاولانيه، عشان كده انا استخدمت بوله سقفها عالي شويه. بصوا يا جماعه عامله ازاي، لا والله على قد صور شكله ده كده، بس غبي ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهو خفق معايا اهو. طبعا انا مش هطول بقى عشان انا بهدلت خالص طبعا، عشان انا مش عارفه اتحكم عشان الكاميرا، بس والله عمل نفس المضرب البيض الكبير، نفس الفكره بالظبط اهو. انا بهدلت بيض يا جماعه عشان خاطركم. لا حلو حلو بجد، حلو جدا 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 جدا، لازم تجربوه يعني. عمل الوظيفتين سواء النسكافيه او خفق البيض بطريقه كويسه، فلا يعني جربوه لانه فعلا يستاهل ان احنا نجيبه، فعلا حلو جدا جدا جدا. يا رب بقى تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم، ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا، ولازم تجربوا المنتج ده يا جماعه. سلام.